ناس كتير قوي بتكون محتارة وبتسألني هل الأفضل الاستثمار الإداري ولا التجاري ولا السكن، وغير ده بيكونوا محتارين حتى في المناطق. يقولوا طب قول لي هل منطقة اللي هي الار 7 أفضل ولا الار 1 ولا الار 2 ولا الار 3؟ من ار 1 عندنا لغاية الار 8، عندنا من الام يو 1 لغاية الام يو 13، عندنا حي مالي، عندنا حي وزاري، عندنا حي سفارات، عندنا منطقة أبراج سياحية، عندنا داون تاون منطقة تنزه وتسوق ام يو 7، عندنا ام يو 23، عندنا لسه في ميديا سيتي هتنزل في حي مستثمرين. انا استثمر فين او اشتري فين؟ هو احنا قبل ده كله اتفقنا قبل كده ان احنا لازم نحدد امكانياتنا، لان في ناس كتير قوي بتيجي تتكلم معايا تقول لي ايه افضل استثمار، اقول لها الاستثمار التجاري، فيقول لي حلو جدا انا عايز اشتري التجاري ومعايا مليون جنيه او 2 مليون جنيه، اقول له لا، هو الاستثمار الاداري فعلا بيكون مجدي لو احنا البادجت بتاعتنا فوق ال 5 مليون جنيه، اقل من كده انصح حضرتك بالاداري. فيقول لي طيب ماشي، انا عايز وليكن اشتري، لا خلينا في السكني، اشتري فيلا وابيعها بعد كده. هو الموضوع يا جماعه اهم ان احنا نعرف المناطق او التايب اللي انا هشتري فيه. هو اولا غير تحديد امكانياتي لازم اعرف المعايير اللي هختار بيها. وليكن مثلا انا متمسك جدا جدا بالسكني، الموضوع مش مجرد معانا ان انا عايز 3 غرف بحري وتكون في منطقه كويسه، لا الموضوع ليه معايير احسن واهم وادق من كده بكتير جدا. عندنا اي شخص بيكون عايز يشتري اي وحدة لازم نعمله دراسة جدوى كاملة، يعرف هو هيدفع الداون بيمنت قد ايه، والاقساط هتبقى قد ايه، وامتى هيبطل يدفع اقساط ان هو الايجار يغطي القسط، وفي نفس الوقت النت بريزنت فاليو او الان بي في هتبقى معدلها قد ايه بسبب معدل التضخم، لان احنا بنحسب الفلوس اللي احنا هندفعها وليكن بعد سنة او بعد 10 سنين قيمتها مش نفس قيمة النهاردة. وفي نفس الوقت لازم يكون معايا شخص فاهم إدارة مالية بقوة وفاهم تفاصيل هندسية. إدارة مالية ليه؟ لان مثلا نقطه زي نت بريزنت فاليو او معامله التضخم اللي بيحصل دلوقتي لازم نحسب على اساسه هنشوف قيمه الجنيه هتبقى كام. فانا لما اشوف حاجه قدامي قسط على 5 سنين وحاجه قسط على 10 سنين، في جاب كبير جدا ما بين تمنهم الفعلي او قيمتهم الفعليه مقابل السعر اللي انا هدفعه. فطبعا لو انا دفعت مليون جنيه على 5 سنين افضل ولا ادفع مليون جنيه على 10 سنين؟ بنسبة 100% على 10 سنين. طب بنسبة كام؟ ودلوقتي ده في فاسيلتيز افضل اللي هو هاخده على 5 سنين من اللي على 10 سنين. فازاي احسب القيمة مقابل السعر؟ كل ده بيكون مع حضرتك في دراسة جدوى كاملة مع الاستشاري الهندسي اللي بيكون مع حضرتك. لو احنا مثلا تواصلت معانا هنا في شركة اي ار جي وكنت حابب تعرف تعمل دراسة جدوى كاملة، كل ده خدمة مجانية بنسبة 100%. يقول لحضرتك نسبة تحميلك قد ايه، العائد المتوقع قد ايه، الار او اي او ريتيرن اون اسيتس هيبقى قد ايه، نقطة استرداد رأس المال هتبقى ايه. ايا كان في تفاصيل ومعايير مهمة جدا هذكرها في الفيديو ده. اتمنى تكمل معايا الفيديو وهات كده مشروبك اللطيف تشربه معايا وندردش مع بعض. خليكم معايا. اهلا بيكم، معاكم الاستشاري العقاري المهندس احمد رضوان، الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات اي ار جي. لو اتكلمنا عن جزئيه المعايير اللي انا لازم امشي عليها لو انا هستثمر وليكن في الاستثمار التجاري، اولا حضرتك لازم تختار منطقه متخصصه تجاري. ده لو حضرتك مش هتفتح مشروعك الخاص، لان لو مشروعك خدمي لينا كلام تاني في المناطق الخدميه اللي تنفع للتايب المشروع بتاع حضرتك. ولكن لو حضرتك بتتكلم في استثمار عموما فبندور على منطقه متخصصه تجاري، يكون المول فيه فاسيلتيز بتخدم على التجاري، ولازم اعرف اليونت بتاعتي فين في الفلور علشان اعرف. وليكن مثلا انا هشتري مع الباشمهندس احمد رضوان، الباشمهندس احمد رضوان قبلي بيكون بايع لكارفور، فانا عارف كارفور فين شاري في الدور. فحضرتك لو اخترت لك المحل اللي قدامه هيبقى فيه ترافيك عالي جدا، فانت كسبت افضل ترافيك. طب في محلين جنب بعض افاضل ما بينهم ازاي؟ هل البحري والشرقي والغربي زي السكني؟ لا طبعا، عندي ان انا بفاضل على حساب غير نسب التحميل والتقسيمه، ومره عدد المره اللي بيعدي من قدام الحته دي خلاص كده كده تساوى. في عندي جزئيه عرض الواجهه مقابل العمق، فكل ما كان عرض الواجهه بالنسبه للعمق اكبر في التجاري كل ما كان افضل بالنسبه لي. لازم اشوف المطور اللي انا هشتري منه، المطور ده اول مره يبني ولا ليه سابقة أعمال وهروح أتفرج عليها وأشوفها وأشوف مدى قوتها. الاستشاري الهندسي اللي عمل المول ده وعمل الفلور بلان ده، هل استشاري هندسي سابقة أعماله فيها تجاري بقوة؟ طيب احنا عارفين إن أي موارد عندنا لو ما دارتش صح مش تبقى قوية. فعايز أشوف شركة الإدارة، شركة الإدارة مين ودارت مولات قبل كده إيه، وهل هي بروتوكول تعاون ما بين شركة إدارة وما بين مطور، ولا هو بالفعل عقد
لان في فرق كبير جدا وفي مطورين بتلعبوا بالحته دي. عايز اشوف مناطق الخدمات وايه اللي هيجذب الترافيك ليا. عايز اشوف هل انا على شارع رئيسي ولا لا. اشوف اللوكيشن بتاعي، هل هو اميز لوكيشن موجود في الديستنيشن اللي انا فيها، او هو لوكيشن عادي في الديستنيشن. فممكن تكون ديستنيشن كويسه زي الداون تاون كويسه جدا للتجاري، ولكن انا مش في افضل لوكيشن، ففي حد بيجذب مني الترافيك اكتر ما هو الترافيك ده يجيلي. طب انا هستثمر في كافيه ولا هستثمر في صيدليه؟ في فيديو كامل بيتكلم على الاستثمار في الصيدليات، وفي مشاكل كبيره جدا بتواجه الناس في الاستثمار في الصيدليه. اتمنى لو حضرتك عايز تستثمر في صيدليه تتفرج عليه، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن. كل ده احنا بنتكلم على الاستثمار التجاري. اتكلمنا عن فيديو قبل كده في نسبة التحميل. انت عارف ان حضرتك ممكن تدفع في كل متر 100,000 جنيه في الاستثمار الإداري بخدعة بتتعامل من المهندسين أو الاستشاريين الهندسيين في نسبة التحميل. فلازم حضرتك تعرف نسبة تحميلك قد إيه. كل التفاصيل دي معايير لازم نخلي بالنا منها بقوة. احنا لسه ما اتكلمناش عن الأوراق القانونية اللي تضمن حقوق المستثمر أو المشتري في أي مول. ولازم حضرتك تشوف عقدك ده ويكون معاك محامي متخصص في المجال العقاري، او احنا بنوفر لحضرتك استشاري قانوني بيكون مع حضرتك في قراءة تفاصيل العقد والتفاوض فيه، طبعا بخدمة مجانية زي ما اتفقنا. طيب لو احنا اتكلمنا عن الاستثمار الاداري، الاستثمار الاداري هنلاقي مناطق كتير. اتكلمنا في فيديو منفصل على الاستثمار الاداري ومعاييره وايه المناطق الموجوده فيه، ولكن دايما بنتكلم على الاستثمار الاداري ان احنا لازم نشوف هل عامل الندره والتخصص موجود، هل المول اللي انا هشتري فيه متخصص اداري، هل الفاسيلتيز اللي بيحتاجها الاداري موجوده في المول ده، هل عرض الكوريدور مناسب، هل ارتفاع السقف مناسب للإداري، هل الفيو ده فعلا شركات المالتي ناشونال أو الشركات اللي بتكون عايزة واجهة للمكتب الإداري بتاعها دي تنفع عليها. طيب هل ارتفاع الدور ده الأفضل ولا أشوف ارتفاع دور أعلى؟ وهل ارتفاع الدور بيجيب لي عائد؟ طبعا لأن هو بيحسن من الفيو. طب أهم من ده كله، أنا كنت مرة واحد بيشتكي همه ليا وقال لي أنا اشتريت وحدة 100 وكذا متر، الوحدة ممتازة وفيو برج ايقوني ونهر اخضر. للأسف شفت الوحدة يعني يا ريتها مثلث، يعني يا ريت الشكل يبقى مثلث، لا ده هي فيها كيرفات وملعوب فيها كتير قوي وفيها يعني فيها اشكال ما تنفعش تكون ولا في مكتب ولا في محل ولا في شقة حتى. فتقسيمة ال 100 متر دي والله ما مصفية حاجة، ولا أي حد بيفهم هيأجر الوحدة دي أيا كان الفيو بتاعها إيه. فلازم المنظومة تبقى متكاملة. طب من فاسيلتيز لازم يكون عندي فاسيلتيز إيه؟ لازم اشوف الشيرنج ميتنج رومز، لازم اشوف السيرفيس اوفيسز، هشوف كل التفاصيل اللي ممكن تخدم عليا في اداري، هل هي متاحه ليا ام لا. طيب انا تحت تجاري ولا لا؟ في مشاكل في التجاري لما تبقى تحت، لانه بيعمل فيك ترافيك. فيك ترافيك يعني على طول شركات مالتي ناشونال تبعد على طول. ليه الفيك ترافيك؟ حضرتك المحل بيجيله 1000 عربية، المكتب الإداري بيجيله 10 عربيات، يعني حضرتك موظفينك مش هيعرفوا يركنوا ولا العملاء. غير كده الريسبشن والفاسيلتيز اللي بتخدم على الإداري هتكون متوزعة على التجاري، والإداري مش هيبقى أحسن حاجة. بداخل الإداري هل هي متخصصة إداري ولا هي ميكس؟ وطبعا احترم اي مول بيعمل مدخل متخصص للاداري بعيدا تماما عن التجاري. فللاسف يا جماعه ساعات كتير قوي بتكلم مع ناس بعد ما اقول لهم معايير اختيار التايب اللي هو عايز يستثمر فيه وايه انسب حاجه بالنسبه له وايه المشاريع المرشحه ليه، يقول لي اصلا انا حاسس الكلام ده كبير قوي، وانا سمعت من واحد قريبي قال لي في مول صف عاشر في المنطقة ايه اللي هي ما فيهاش ولا عامل ندرة ولا تخصص ولا ثابت اعمال ولا اي حاجة، عاملين مول صغير كده محندق ينفع يبنوه بسهولة ومش هيبقى فيه مشكلة في التنفيذ. طب مين الاستشاري الهندسي؟ طب مين الاستشاري التنفيذي؟ طب فين ثابت اعمال الشركة؟ طب فين التميز؟ مين اللي هيأجر منك؟ الكلام ده كله مش موجود. ولكن البشر التفكير بالنسبة لها صعب، فساعات بيستسهلوا. ولكن للأسف استسهال حضرتك النهاردة ممكن يودينا لحتة ان احنا نخسر كل فلوسنا. فبعد اذن حضرتك معلش اتعب شوية حضرتك في اختيارك وركز في المعايير اللي احنا بنختارها على اساسها، او تكون مع شركة فعلا معتمدة، شركة ليها قوة في السوق انها بتدي العملاء بتوعها افضل قيمة مقابل اقل سعر.
وبتعمل لها دراسة جدوى كاملة وبينزلوا طور العاصمة وبيعرف يفاضل ما بين المناطق والمناطق. فما ينفعش اروح مع شخص مش متخصص، مش شغلانته، ما يفهمش فيها، شخص هو جاي هاوي المجال ان هو عايز يكسب منه، وحضرتك بعد كده خدمة ما بعد البيع تكلمه تقول له المول ما اتبناش، ايه اللي حصل، فيه مشكلة، يقول لك لا ماليش فيه، انا سبت المجال، انا سبت الشركة. لا، حضرتك لازم تروح ناس اصحاب سمعة فعلا. حضرتك يعني مثلا من الريفيوهات اللي هتلاقيها عندي في القناه، ان في عميل اتصل بيقول ان انا كلمت الباشمهندس وقلت له انا عايز اخش دوره استثماريه كامله مع حضرتك، قال لي بعد اذنك مش دلوقتي، استنى عليا شهر ونص. هل انا قلت له كده عشان مش فاضي؟ لا طبعا، انا بديه لحد من مساعديني بيكون معاه بصفه دوريه، ولكن كان الوقت ده ما كانش ينفع. ولكن لما عرفت ودرست الوضع الاقتصادي في الوقت ده كان مش مناسب، بعدها بشهر ونص كنا داخلين على أزمة روسيا وأوكرانيا، وشايفين كساد اقتصادي جاي، فلازم نحط فلوسنا في الأسس، وأكيد جدا في أسعار هتعلى. فلما حضرتك تتعامل مع حد فاهم إدارة مالية، فاهم أبعاد اقتصادية وسياسية في المنطقة وفي العالم كله، فاهم حضرتك إحنا رايحين فين في المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها او بنستثمر فيها، وليكن هي العاصمة الإدارية الجديدة، هل استثمارها طويل المدى ولا قريب المدى؟ لأن في ناس كتير قوي يقول لك أنا عايز استثمر في شهرين اشتري واقلب. لا، مش في العاصمة الكلام ده، إلا لو رحت لشخص فعلا في منتهى القوة. وأنا بقول لك برضه مش في شهرين، يعني أسرع دورات بتمها في خلال 6 شهور مثلا، ل7 شهور، ل8 شهور. مفيش حاجة اسمها شهرين دي خالص. فحضرتك لازم تبقى فاهم فلوسك بتتحط فين. طب احنا لو اتكلمنا عن استثمار سكني، ما ينفعش اروح استثمر في فيلا ولا في شقة كبيرة. دايما الاستثمار بيبقى في حاجات صغيرة سهل بيعها وسهل تأجيرها، وليكن زي الاستوديو او الشقة التو بيدرومز، ولازم تكون جنب جامعة انترناشونال او قدام حي السفارات، ولازم تكون على شارع رئيسي، تكون فعلا مميزة علشان اقدر ابيعها بعد كده بمكسب او اجرها بسهولة. ما كنتش محتاج فيلا حد يدفع لي 60,000 جنيه في الشهر. كم في المية من الشعب بيدفع الرقم ده؟ ولكن عشان اجر استوديو تمام وليكن 6000 جنيه سهل جدا، وزباينه كتير، وناس كتير جدا بيكونوا عايزين يأجروا حاجة زي كده. طب انا لازم الموضوع بقى اكثر تعقيدا، او الموضوع مبقاش بحري وقبلي بس، لا، لازم اشوف المسافات البينيه بين العماير، لازم اشوف سابقه اعمال المطور وملاءته الماليه، لازم اشوف الفاسيلتيز الموجوده في المشروع، مين شركه الاداره اللي هتدير المول، عايز اشوف اتجاه سواء بحري او قبلي، عايز اشوف نسبه تحميل عشان ما يقوليش هي الشقه دي اوضتين 100 متر وتصفي في الاخر معايا 60 متر. وايا كان احنا بنكون مع حضراتكم في كل التفاصيل دي، من اول اختيار اليونت واختيار التايب اللي انا هستثمر فيه لغايه التعاقد وخدمه ما بعد البيع، وبعدها باذن الله ممكن نشطب الوحده دي ونأجرها بل نبيعها، وان شاء الله تكون بمكسب. فايا كان لو حضراتكم حابين تستثمروا معانا تقدروا تتواصلوا معايا على الرقم موجود قدامكم على الشاشه على الواتساب، وبخدمه مجانيه بنسبه 100%. بنعمل دراسات جدوى، يكون مع حضرتك استشاري هندسي واستشاري قانوني، واحد خبير في الماليه يقدر يضمن لحضرتك مكسبك ويحسب ROI بتاعك والROA، ونقطه استرداد راس المال، ونقطه التعادل اللي بيتساوى فيها القسط بالايجار بتاع حضرتك. ايا كان، في انتظار استفساراتكم واسئلتكم، وباذن الله يا رب دايما تفضلوا مستثمرين ناجحين، واحنا معاكم وفي ظهركم، وان شاء الله ان شاء الله نوصل لاعلى قيمه مقابل اقل سعر. دمتم مستثمرين ناجحين. شكرا لكم.